الكرات الثابتة علة الهلال المزمنة. 3 سنين مع فلوران لحد هسه ما شفنا تحسن، واللعيبة بيتحملوا جزء كبير. يعني شوف التوجيه ده كله من 24، تشوف المساحة اللي فيها اللاعب نمرة 42. كل اللعيبة بيعاينوا للكورة، لاعب واحد شغال بيه وما شوف بيستلم الكورة بكل أريحية. هو كورما هي ما احسن حاجه، ما قدروا يستفيدوا من الكره دي، لكن المشكله واضحه موجوده. لا بيراقبوا اللاعب ولا بيراقبوا المساحه. شوف هنا برضه فوفانا بيوجه، لكن شوف المساحه بين ابو عاقله واحمد عبد الرحمن كبيره، كيف لاعب السهام بسهوله بيجي ماشي فيها وبيسدد، وفوفانا بينقذ الموقف. فكل اللعيبه بيشاكلوا بعض وبيتكلموا. رميات التماس نفس الحكايه، لاعبين على الدايره ما في زول بيعاين لهم. بابي بيعاين للكوره، وعبد الرؤوف بنفس الحكايه بيعاين للكوره. بتتلعب الكوره وفي المساحه، بالعكس اللاعبين بيجوا يتعازموا عليها. بابي واقف في محله ما بيعبده، وعبد الرؤوف برضه بعيد بيسددوها، وفرصه هدف محقق. ابو عاقله بينقذ الموقف. رمي التماس تتلعب برضه، شوف المساحه الكبيره دي الموجود فيها اللاعب ده. كلهم بيعاينوا الكوره، الوحيد يمكن بيعاين له الحكم بس. كل الناس دي كان ممكن تتلعب له وتقع، وبسهولة كان ممكن يسجل هدف. فدي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للهلال، عانى منها السنة اللي فاتت في الأبطال وطلع بسببها. مباراتين خسر 1-0، كان هو الأفضل أمام بيترو أتلتيكو. والنجم الساحلي في آخر دقيقة بنفس الطريقة فاول بتلعب وعلى الدايرة ويخط الكرة في المرمى. لازم يجيبوا مدرب بتاع كرات ثابتة، ما دام ما في حل انه يتعامل معاه، يحل المشكله دي من جذورها، لانه دي المشكله الكبيره اللي بتطلع الهلال من الابطال. والموسم ده لحد هسه ما ظاهر اي حل للمشكله دي.